فيلمنا بيبتدي مع كيت ومايك وهما داخلين قاعة كبيرة عبارة عن لون واحد بس وهو اللون الابيض، وبيبقوا متحمسين جدا ومبسوطين، وبيشوفوا قدامهم زرار البداية وبيشجعوا بعض عشان يضغطوا عليه. وبعدها بيسمعوا صوت المتحدث الآلي وهو بيشرح لهم القواعد، وبيقولوا انهم هيفضلوا في المكان ده لمدة 50 يوم، ولو خرجوا هما الاتنين هيكسبوا 5 مليون دولار، لكن لو قرر حد فيهم انه يخرج مش هيكسب، اما الشخص الباقي هيكسب مليون دولار بس. وبيفرح مايك وكيت وبيضغطوا مع بعض على زرار التشغيل، وبيتقفل الباب وبيبدأ العد التنازلي في الساعة الرقمية اللي في القاعة، وبيتفق الاتنين ان الفلوس هتتقسم بينهم بالتساوي، وانهم هيعتبروا وجودهم في المكان ده فرصة جديدة لعلاقتهم مع بعض. وبعدها بتسأل كيت مايك عن اللي هيعمله بفلوسه، فبيقول لها انه مش هيعمل حاجة غير انه مش هيقلق من الفلوس تاني. فبتطلب منه كيت يتكلم بجد شوية، فبيقول لها انه هيحضر كل يوم حفلة وهيدخن سيجارة مع ايلون ماسك، وهيبني مدرسة للقرويين الفقراء في افريقيا، وهيدعم صوت المضطهدين والاقليين. وبيبقى بيتكلم بشكل هستيري وهو مبسوط ومتخيل ان ال5 مليون دولار في ايده. فبتقول له كيت انها هتستثمر فلوسها، وبيبان ان شخصية مايك عكس كيت تماما، وده لان مايك شخص مرح وفوضوي، وده بيظهر في حبه لفن الشوارع والرسم على الجدران، وده على عكس كيت اللي بتكون شخص روتيني ومنظم ومسؤول. وبيتفرج كيت ومايك على باقي القاعة وبيلاقوا الحمام وبيدخلوا عشان يشوفوه، لكن المتحدث الصوتي بيقول لهم انه مش مسموح دخول الحمام غير لشخص واحد بس. وبعدها بيناموا على السرير اللي بيبقى باللون الابيض برضه، وبيبقى مايك زهقان وده لان مفيش اي وسيلة ترفيه. وبيشوف شاشة لمس على جدار القاعة وبيلاقي فيها كل التعليمات اللي تخص التحدي، وكمان بيلاقي قائمة بالأكل. فبيطلب العشاء لكنه بينزل على هيئة علبة لونها أبيض وجواها لبن مخلوط ببروتين، وبيبقى ملوش طعم وبرضه لونه أبيض. وبيتضايق مايك لكنه بيخمن ان الفطار هيكون احسن. وبتظبط كيت المنبه بتاع الشاشه على الساعه 7 وبتسال مايك لو الميعاد هيكون بدري بالنسبه له، فبيقول لها تظبط المنبه براحتها في اي وقت، وده لانه في اجازه وهيصحى وينام زي ما هو عايز. وبيتغير نور القاعه في الوقت اللي بيقول فيه المتحدث الصوتي ان جه وقت الليل واللي معناه وقت النوم. وبينام مايك وكيت على السرير، وبيحاول مايك يلمس كيت لكنها بتكون خايفه من شخص اسمه بروفيسور بافلو واللي بيبقى مسؤول عن اللعبه كلها، وبتخمن انه ممكن يكون مراقبهم. وفي اليوم اللي بعده بتصحى كيت في ميعادها وبتدخل الحمام عشان تستحمى، وبعدها بتحط الغسيل بتاعها في مجرى للغسيل جوه الحيطه، وبتاخد لبس مختلف وبيبقى اخيرا الحاجه الوحيده الملونه. وبعدها بتبص في المرايه وهي بتتكلم مع نفسها وبتقول ان اليوم ده يومها وانه هيبقى مليان بالحيويه والنشاط، وبتفضل تكرر نفس الجمله كنوع من التحفيز الذاتي. وبعدها بتخرج كيت من الحمام وبتبدا تمارين اليوجا والاسترخاء، وده لانها بتحاول تعمل روتين يومي معين عشان تحافظ على صحتها النفسيه. في الوقت ده بيبقى مايك زهقان جدا وما بيعملش اي حاجه غير انه بيراقب الشاشه الرقميه الخاصه بالوقت. بعدها بيفضل يتكلم عن اللون الابيض وانه يعتبر لون معدوم مش بيعبر عن اي حاجه، وان الغرفه اللي هم فيها اسمها غرفه التطهير لكنها في الحقيقه غرفه اللاشيء. فبتحاول كيت تقنعه انه يبطل يبص في الوقت او الحيطه، وانه يحاول ما يسرحش بافكاره على قد ما يقدر. وبعد شويه بيطلب مايك الاكل، وبيظهر ان وجبه الفطار والغدا هي نفس وجبه العشاء. وبتعدي الايام وبيلعب مايك وكيتي مع بعض زي انهم يسقفوا في نفس الوقت او يمارسوا التمارين الرياضيه او يغنوا، وده لحد اليوم ال23. وبيبقى كيت ومايك عملوا كل حاجه تقريبا، لكن كيت بتفضل محافظه على روتينها اليومي في الوقت اللي بيبدا فيه مايك انه ينهار. وفجاه بيشوف قدامه حشره صغيره في الارض وبيقرر انه يربيها، وبيحط لها من اللبن اللي معاه، لكن المتحدث الصوتي بيقول له انه مش مسموح بالطعام غير للمتنافسين. فبيقرر مايك انه يخرجها لبره القاعه عشان تقدر تعيش، لكن كيت بتقول له انه لو ضغط على الزرار هيبقى خرج من اللعبه. لكن مايك بيكون مصمم وبيكون شايل الحشره كانها بنته الصغيره، وبيتضايق من كيت وبيقول لها انها شخص قاسي واناني. فبتقول له كيت انه بيقول لها كده لانها مش نباتيه زيه. فبيقول لها مايك انه على الاقل ما بيقتلش الحيوانات عشان ياكلها. فبتقول له كيت ان هو ده غذاء الانسان الاصلي، وبتساله عن عدد المرات اللي تعب فيها بسبب كونه نباتي. وبتكمل وبتقول له ان السبب الحقيقي هو عشان يستفز والده الثري اللي عمره ما حرمه من اي حاجه، وعشان كده هو بيحاول يحرم نفسه من حاجه لانه مفتقد معنى الالم الحقيقي. وبتمشي وبتسيبه، لكن غصب عنها بتدوس على الحشره وبتقتلها، وبتعتذر لمايك اللي ما بيصدق ان هي مش قصده، وبيمشي وبيسيبها. وبعد شويه بيقرا مايك في شاشه التعليمات انه ممكن ياخد جوائز في مقابل جزء من الفلوس. فبيختار اول جايزه وبتكون عباره عن قلم اخضر الوان ب100,000 دولار من فلوسه. فبتتضايق كيت جدا وبتقول له انهم من نصيبه هو، وبيفضل مايك يرسم على الحيطه وهو مستمتع. فبتطلب منه كيت انه يرسمها، وبيبدا مايك في رسمها لكن بالطريقه اللي هو شايفها بيها. لكن كيت بتطلب منه صوره عاديه، فبيقول لها مايك انها ممكن تبص على نفسها في المرايه بدل ما تترسم رسمه عاديه، وان الرسم لغه تعبير مختلفه ومفيش اي متعه في انها تكون نسخه من الواقع. فبتقول له كيت انه بيقول كده عشان هو اصلا ما بيعرفش
يرسم رسم حقيقي، وبتقوم وبتسيبه. فبيكمل مايك رسم لحد ما القلم بيخلص. وبعد شويه بتقرر كيتي انها تعتذر لمايك، وبتقول له انها مضغوطه وان الوضع اصعب مما هي كانت متخيلاه، وبيسامحها مايك وبيناموا. وبعد شويه بتقوم كيتي عشان تدخل الحمام، وفجاه بتلاقي مسدس على الحوض، فبتنادي بسرعه على مايك اللي بيتصدم وما بيقربش منه، وما بيعرفش اذا كان فيه رصاص ولا لا. وبيقرروا انهم يتخلصوا منه، فبيحاولوا انهم يحطوه في مجرى الغسيل، لكن المتحدث بيقول لهم ان ممنوع وضع اي شيء في مجرى الغسيل غير الغسيل. فبيقرروا يخبوه تحت السرير، وبيحس انه ممكن يبقى الدكتور بافلو بيلعب بيهم. فبتسال كيت عن سبب كل اللي بيحصل، وليه ممكن حد يفكر في تحدي زي ده. فبيقول لها مايك ان البروفيسور بيعمل افلام وثائقيه، وانه مهووس بالحاله الانسانيه في ظروف مختلفه، وانه في اخر فيلم وثائقي قرر انه يحول بنت عاديه لموديل عالميه، وبتبقى كسبت فلوس بشكل جنوني، لكن في النهايه بيؤدي التحول المفاجئ في حياتها هي واهلها لتدميرهم تماما، وبتموت الاسره كلها. فبتتخض كيت من الكلام جدا، ولاول مره بتحس بالخوف. وبعد شويه بيقول المتحدث الآلي بان معاه اتصال، وبيظهر فيديو من اخت مايك وهي بتتكلم معاه بعد ما بيطلب منها اصحاب التحدي تعمل فيديو للمتسابق، وده عشان ما يكونش محروم من العلاقات الانسانيه. وفعلا بيفرح مايك جدا، واول ما بيشوف اخته اللي بتقول له ان وجوده في مكان زي ده فرصه كويسه عشان ينسى بيها كيت السامه، وكمان بتقول له يسامح نفسه وينسى شون. وبيظهر ان مايك اتأثر جدا، وبعدها بيتقطع الاتصال. وبتتضايق كيت بعد ما بتعرف ان مايك حكى لاخته عنها حاجه. وبعدها بيجي الاتصال التاني واللي بيكون لكيت، لكن كيت بتنهار وبتقول انها ما عندهاش حد وانها مش عايزه تشوف حاجه. لكن بيظهر قدامها راجل عجوز بيتكلم معاها وبيفكرها بذكرياتها زمان مع بعض. وبتفضل كيت تصرخ وهي بتتألم، وبتحاول تقفل الجهاز لكن من غير فايده، وبتقعد جنب الحيطه لوحدها وهي بتعيط. وبيظهر انها افتكرت ذكريات وحشه، فبيحاول مايك يخفف عنها. وفي تاني يوم ما بتقدرش كيت تصحى من النوم، وبتكون مكتئبه جدا، وبتحكي لمايك عن اللي ظهر في الفيديو، وانه كان والدها اللي بياخد منهم مصاريف البيت والمدرسه عشان يشرب بيهم. وبتقول انها لما شافته افتكرت ذكريات عذابها معاه واساءته ليهم، وانه دلوقتي في دار المشردين، وانها عارفه انه ما ينفعش تسيبه، لكنها برضه مش قادره تسامحه. فبيحاول مايك يخفف عنها، وبيقول لها تطلب الجائزه بتاعتها، لكن كيت مش بتوافق، وبتقول انها هتقوم وهتبقى كويسه. وبعد شويه بتقوم كيت من على السرير، وبتطلب من مايك انه يطلب الجائزه التانيه بتاعته، وبتدخل الحمام. وفعلا بيطلب مايك الجائزه التانيه بتاعته، واللي بتبقى مقابل $250,000 من نصيبه. وفجاه بتدخل بنت جميله لكنها ما بتكونش لابسه حاجه خالص، وبتخرج كيت من الحمام وبتتخض. فبيحاول مايك يبرر لها، وبيقول لها انه ما كانش قصده يجيبها، وما كانش يعرف ان جايزته التانيه هتكون بنت. فبتطلب كيت منه انه يقلع التيشيرت بتاعه ويديهولها. وبيسالوها هم قالوا لها ايه عن المكان ده، فبتقول لهم انها ممثله، وانهم طلبوا منها تدخل من غير هدوم مقابل فلوس كتير. وبيظهر انها ما تعرفش اي حاجه عنهم ولا عن اللي بتعمله، وبيصدقها مايك، بعكس كيت اللي ما بتكونش واثقه فيها وبتبقى غيرانه منها جدا. وبيجي ميعاد النوم، وبيبان غير كيت جدا، وما بتكونش عايزه مايك يقرب منها. فبتقول لهم الممثله انها ممكن تنام على الارض، لكن كيت بتقول لها انها ممكن تنام جنبهم. وفي تاني يوم بتصحى كيت من النوم ومش بتلاقي الممثله، وبتفتكر انها مشيت، لكن بيظهر انها في الحمام. وبتفضل كيت عايشه طول الوقت في توتر وضغط بسببها. فبتقرر انها تطلب جايزتها الاولى، وبتبقى عباره عن حبوب هلوسه، وبياخد الثلاثه منها. وبيفضلوا طول الوقت عايشين في خيالات وهلاوس. وبينام مايك من كتر التعب، وبيحلم بطفل صغير بيغرق وما بيكونش قادر ينقذه. وبيقوم من النوم وهو بيصرخ وبينادي باسم شون. فبتجري كيت عليه بسرعه عشان تهديه، وبتفضل تقول له انها بتحبه وان موت شون مش ذنبه. لكن مايك بيبقى في حاله هستيريا، وبيبقى عايز يخرج من المكان اللي هو فيه، لكن كيت بتهديه وبتخليه ينام تاني. وبعدها بتقعد كيت مع الممثله وبيتكلموا مع بعض، وبتحكي كيت عن شون واللي بيكون اخو مايك، وان بسبب حب الهلوسه اللي اخدها في اليوم اللي كان قاعد معاه فيه ما قدرش ينقذه ومات غرقان. وبتتاثر الممثله جدا، بتفضل قاعده لوحدها. وبتنام كيت جنب مايك اللي بيصحى بعد شويه، وبيقعد مع الممثله، وبتحاول انها تخفف عنه وبتمسك ايده، وبتنبهه ان اللي بيعملوه في نفسهم غلط، وان الفلوس اللي هياخدوها في الاخر مش هتشتري لهم الحب او حتى هتعوضهم عن الاذى اللي بيحصل. وفجاه بتقوم كيت من النوم، وبتحس بالغيره اول ما بتشوفهم ماسكين ايد بعض، وبتتخانق معاهم. فبيتضايق مايك بسبب عدم ثقتها فيه، وبيسيبها وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده بتصحى كيت من النوم، وبتلاقي الممثله اختفت، وبتفرح جدا وبتحس اخيرا بالراحه. وبتقوم من مكانها، وفجاه بتلاقي جمله مكتوبه على الحيطه معناها ان مايك دخل مع الممثله في علاقه. فبتتعصب كيت جدا وبتقول له انه خاين، وبيحاول مايك يقول لها انه ما لمسهاش، لكن كيت ما بتسمعهوش وبتفقد اعصابها، وبتزقه وبتوقعه على الارض. وبينزف مايك وبيقول لها انه محتاج دكتور، وبيكون متألم جدا، لكن كيت بتقول له ان النزيف هيقف، وبتحاول تهديه، وبتضغط على الجرح اللي في راسه. فبيبص لها مايك بنظره كلها احتقار، وبيقول لها انها اصلا مش مهتمه بيه، وانها مستعده تسيبه ينزف مقابل الفلوس، وانها شخص اناني وما بيفكرش غير في نفسه. وبيقول لها انها كمان بتشك في وفائه ليها، على الرغم من انه فضل شهور مستنيها لما كانت مسافره، وانه خسر كل اصحابه عشان يفضل قاعد معاها وهي حاسه بالاكتئاب. لكنها بدل ما تقابل كل اللي عمله بالعطف والحب، قابلته بالغيره والخناق. وبيقول لها
انه هيمشي من المكان ده وانه مش مهتم بالفلوس، وان الغرفه دي هي اللي حولتهم لوحوش، وبيطلب منها تيجي معاه لانهم بكده بيخسروا بعض. لكن كيت مش بتوافق وبتقوله ان سهل عليه يرمي الفلوس لان طول عمره كان مستمتع بيها، اما هي عمرها ما حست زيه وبتترجاه ما يمشيش، لكن بيصمم مايك انه يمشي. فبتاخد كيت المسدس اللي تحت السرير وبتهدده بيه، وبيتخض مايك جدا لكنه ما بيخافش، وبينصحها ما تسيبش الغرفه تاثر على حياتها. فبتضرب كيت نار في الهواء، لكن مايك بيكمل طريقه وبيدوس على الزرار وبيخرج من الغرفه، وبتفضل كيت لوحدها وهي منهاره وبتعيط. وبتعدي الايام وبتكون كيت مش بتكلم اي حد ولا بتعمل اي حاجه غير انها بتنام. واخيرا بتخلص مده ال50 يوم، وبعد فتره بيقابل مايك كيت بالصدفه، وبتبقى خارجه من دار رعايه المسنين، وبتقول لمايك انها كانت بتزور والدها، وبيفرح مايك بيها جدا بعد ما بيحس انها اتغيرت، وبيتمشوا مع بعض شويه، وبيسالها مايك عن اللي عملته بالفلوس لكنها ما بتردش عليه. وفي اخر مشهد في الفيلم بنشوف لوحه مكتوبه على باب دار المسنين بانه تم انشائها من قبل متبرع غير معروف، واللي غالبا بتكون كيت اللي اول ما اخدت الفلوس انشأت بيها الدار. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناه لمتابعه كل جديد.